الاقتصادية والثقافية وتقييم الفرص المتاحة لها وإبداء الدعم المتبادل والتضامن. هذا لماذا نحن بحاجة إلى هذا التحالف؟ كيف؟ لتحديد القضايا المشتركة حسب مناقشات ورشات العمل التي طرحت، يعني حسب النقاط اللي طرحت من خلال المناقشات، وخاصة مع التنظيمات الوطنية أو نقدر نقول بين قوسين المحلية في بلدها، وطرحها في البلدان وحسب الجغرافيا اللي متواجدين بها اللي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والسؤال الرابع هو أين سوف تنفذ هذه الخريطة؟ والسؤال الخامس هو الزمن بتاعها، التايم فريم بتاعها حيكون شنو؟ فأنا بقدم الأخت زينب، هي حتديكم الخلاصة بتاعت الإجابة على هذه الأسئلة الخمسة، وبعدين حنفتح الحوار في إنه إذا في أي إضافات، في أي تعديلات، إحنا حناخدها منكم عشان يكون العمل جهدي مشترك، ونعطي الأخت بشرى والتيم بتاعها حصيلة مسودة أو درافت لحصيلة اليومين، وبعدين نشوف نحن حنعمل شنو. أوكي؟ معانا؟ مصحصحين؟ وين أمرو؟ تفضل. شكرا دكتورة نعمت، تحية لكل الأخوات المشاركات. حقيقة فعلا يومين طويلين من النقاشات وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب اللي حقيقة أغنت هذا التجمع، وأنا سعيدة جدا أنه موجودة معاكم، وشكرا للمقدمة التي قدمتها الدكتورة نعمت. حقيقة بعد أن تبلورت الكثير من الرؤى والأفكار حول النقاشات اللي صارت، وتقريبا من خلال ورشات العمل الثلاثة وصلنا إلى حقيقة أو مطلب مفاده نحن بحاجة إلى بناء وحدة حقيقية نسوية تشمل المنطقة بأكملها، وهي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقدرون تغنون أكثر بمقترحاتكم فيما بعد. لماذا؟ أنا يعني دا أسهل، لأنه إحنا بعد هالنقاط هاي نتمنى أن ناخذ من حضراتكم الاقتراحات أيضا، يعني نغني هالنقاط هاي أكثر. النقطة الثانية لماذا؟